مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا في صباح القاهرة. وفي الأول من مارس من كل عام بيحتفل العالم كله باليوم العالمي للحماية المدنية، وده تقديرا لجهود رجال الحماية المدنية طبعا في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد لمواجهة المخاطر والكوارث. معنا على الهواء الأستاذة عنايات محمد، المدير المسؤول بإحدى شركات التأمين المنشآت والأفراد، بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية. أستاذة عنايات، أهلا بحضرتك وصباح الخير طيبة وبخير. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب والمشاهدين طيبين. يعني إيه هو اليوم العالمي للحماية المدنية وليه بنحتفل بيه السنة دي؟ اليوم العالمي بيبقى يوم 1 مارس. بيبقى علشان ده كان يوم التأسيس المنظمة الدولية للحماية المدنية على مستوى العالم. اليوم احنا بنحتفل طبعا بالحماية المدنية، ودي دي منظومة تابعة لوزارة الداخلية. الحماية المدنية بتعمل عمل إنساني كبير جدا. أول حاجة بتأمن الأفراد، بتأمن المنشآت ضد الكوارث والحرائق والزلازل. يعني احنا طيب، بنحتفل. ليه تم اختيار الأول من مارس تحديدا؟ علشان تأسيس المنظمة الدولية للحماية المدنية. ده اليوم اللي هو عشان كده بنحتفل. ده اليوم اللي تأسس فيه المنظمة. طيب، في قصة الحماية المدنية ازاي ممكن الخطط بتاعة الطوارئ بتقلل من تقليل الخسائر البشرية في أي كارثة؟ خطط الطوارئ ازاي ممكن تقلل من تقليل الخسائر، تساعد في تقليل الخسائر؟ السرعة أهم حاجة. في طبعا يعني الحماية المدنية طبعا بتسيطر على الحرائق بسرعة. بيبقى ليها خطط طوارئ. هم عندهم طبعا أجهزة حديثة جدا، خطط استعداد كبيرة جدا للسيطرة على أي كوارث، على أي حرائق. متدربين تدريب عالي جدا. يعني بيواجهوا أي مخاطر ببراعة، ويعني متدربين طبعا على خطط الهروب. بيعملوا دورات تدريب لخطط الهروب. طيب، ايه الاشتراطات اللي المفروض تبقى موجودة لتأمين أي منشأة ضد الحرائق؟ الاشتراطات دي الحماية المدنية بتشوف أي منشأة أو أي مكان، بتحط له الاشتراطات الخاصة للحماية المدنية بتاعته. يعني مثلا لو مثلا مصنع، شركة، هي بتشوف الاشتراطات الخاصة بالمكان وبتعمل له المنظومة بتاعته، بتديله الاشتراطات اللي هي المفروض يكون عليها المكان من اشتراطات أمنية. من خلاله بيقدر العميل يقدر يعني يأمن مكانه تأمين صح. الموضوع ده بيضايق العميل شوية، بس هو لو فكر شوية بيعرف ان هو لمصلحته ومصلحة الأفراد اللي هم هيبقوا موجودين. بتقلل خسائر. لو في لا قدر الله حرائق، هي بتقلل الخسائر كتير جدا، وبتبعد عنه بمعنى أصح الخسائر خالص لو هو أمن مكانه صح تبع الاشتراطات، طبقا للاشتراطات اللي هتحطها الحماية المدنية. عشان كده بنقول ان في مقولة بتقول الوقاية هنا خير من العلاج. وهي هتبقى اقل تكلفة من العلاج. اقل تكلفة يعني طبعا. يعني هو لو عمل منظومة مظبوطة للمكان طبقا للحماية المدنية اللي هتحطها ليه، هو النظام هيشتغل لوحده. لو لا قدر الله في اي حريق، لو لا قدر الله في اي حاجة، المنظومة لوحدها بتشتغل. يعني الموضوع بيبقى يعني هو بيشوف العميل شوية انه مكلف او بيضايقه، لان ده من اشتراطاته ان هو يفتح المصنع، يفتح المنشأة بتاعته. فهو لما هيعمل الاشتراط مظبوط، الحماية طبعا بتديله تصريح انه يشتغل. فهو لما بيعملوا له الاشتراطات دي بتبقى مضايقاه شويه.
طيب مع ازاي بنقدر نتأكد ان صلاحيات الأجهزة اللي موجودة ما زالت تقدر تشتغل يعني؟ دي بقى تبع الحماية المدنية، بتمر كل فترة، يعني مهم. ليها كل فترة بتمر على على المنشآت دي، وبتكشف على في زيارات دورية على المصانع والشركات والفنادق وكل الوحدات اللي هي مركبة منظومة مهم. حماية مدنية. بتتأكد من صلاحية وبتختبرها كل كل منتج. فترة، هي بتختبرها كل فترة طبعا، وبتشوف ايه هو اللي صالح منها، بتطلب من العميل انه يغير المنظومة دي او يصلح الجزء التالف فيها. آم، ازاي ممكن بيساعدوا الافراد ان هم يحطوا خطة للحماية المدنية او يدافعوا او يحموا المنشأة بتاعتهم من اي حريق حصل، ولا هو بس الموضوع بيبقى مقتصر على الأجهزة او لا طبعا، التأمين من بره؟ هو طبعا لازم يدرب، في خطط تدريب للعاملين بعد بعد ما بيعملوا المنظومة في المكان، بيبقى فيه خطط تدريب للعاملين على لو في لا قدر الله أي حاجة، بيبقى فيه هروب آمن من المكان لو لو الموضوع كارثي. مهم. بيبقى فيه خطط تدريب ازاي يستعملوا الحاجة دي مظبوط. بيبقى فيه طبعا خطط تدريب ليهم ان هم. اتفضل. ان هم يبقوا مدربين في اه بداية طبعا بيبقى في تشغيل دورة المنظومة. تدريب، طبعا في، كويس. احنا بندي كمان دورات تدريب. لو احنا لما بنعمل منظومة في مكان، بندي للعاملين الموجودين في قلب المكان دورات تدريب. مهم. الحماية المدنية طبعا بتقوم بالكلام ده على أكمل وجه. هل في استعداد من الحماية المدنية بيكون في مواسم معينة عن الأيام العادية؟ اه طبعا، يعني مثلا في في اللي هي السيول، مثلا في فصل الشتاء، مثلا السيول والامطار دي، لو في مثلا بيوت متهالكه، هم طبعا بيحصل ان البيوت دي تقع، هم طبعا بيبقوا مهم. متواجدين لانقاذ الارواح وعلشان يزيلوا اي عوائق. لو في مثلا سيول ميه متراكمه في حته، هم طبعا بيشفطوا الميه ديت. طبعا في ماس كهربي، في حرايق، هم طبعا بيعالجوا الامور دي في الشتاء. طبعا حالات الغرق هم طبعا مدربين. هم عندهم كمان مدربين طبعا على عندهم ضباط وناس خاصة بالمفرقعات والمتفجرات، هم بيقدروا يعني يأمنوا الأماكن دي ويكتشفوها بسهولة جدا. في فصل الشتاء كمان هم في فصل الصيف. الصيف طبعا الحرايق والغابات، هم طبعا مدربين، عندهم عربيات مجهزة تجهيز عالي جدا للسيطرة على الحريق في أقل وقت. طيب أخيرا بقى، نصيحة حضرتك للأسرة، إزاي الأسرة داخل المنزل ممكن تحط خطة كمان للحماية بتاعتها؟ هو لازم كل أسرة يبقى عندها وعي إنها يبقى عندها حتى على الأقل طفاية 6 كيلو في بيتها. مهم. لازم. ليه؟ لأن دي بتمنع. دي احنا عندنا الكارثة بتبقى صغيرة في الأول، لو لحقتها انت بتسيطر. لو ما لحقتهاش، انت بتسمع عن حرائق كتيرة جدا وبتبقى صعبة جدا، وبيبقى السيطرة عليها يعني صعبة. فإن أنا أسيطر على الحاجة بسرعة وفي وقت قصير، دي بتبقى خطة الحماية المدنية أو خطة أي حد. وهي بتدرب كده كمان، بتدرب أي حد على إنه يسيطر على الحاجة وهي صغيرة وبسرعة. فيعني أقل حاجة خالص يبقى في طفاية في كل بيت. مهم. ده لازم. يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا وعلى نصيحتك ميرسي دايما جدا، لينا. شكرا، شكرا لحضرتك ميرسي شكرا جدا، جزيلا. طيب شكرا. خلينا نتابع تقرير